جروب ايه مين هيصعد؟ مجموعه فيها المكسيك، جنوب افريقيا، كوريا الجنوبيه والتشيك. المكسيك داخله بطوله بخبره كبيره في كاس العالم، وكمان عندها ميزه الارض الجمهور لانها واحده من الدول المستضيفه. عندنا كمان كوريا الجنوبيه اللي عندها انضباط والسرعه الاسيويه اللي دايما عارفينها عندهم، وخبره موندياليه لانه بقى لهم كاس عالم متتالي بيشاركوا، فدي حاجه بتدي لهم خبره برضو. جنوب افريقيا داخله بالحماس والجيل الجديد، وممكن تبقى منتخب مزعج جدا في المجموعه. والتشيك على فكره هو منتخب اوروبي بدني ومنظم، مش دايما ممتع في الشكل لكنه بيعرف يكسب. هنا شجع كوره، وده مونديال 2026. نبدا بالمكسيك طبعا، ومدرب المكسيك هو خافير اجيري، اسم طبعا كل المصريين ما ينساهوش بسبب ان هو كان ماسك مصر في كاس 2019، وخروجنا اللي نقول المهينه كان على ارضنا في ربع النهائي من جنوب افريقيا. اهم نجوم المكسيك سانتياغو خيمينيز مهاجم الميلان وهو الهداف الاول للفريق، اديسون الفاريز اللي هو كابتن الفرقه ولاعب في نار بخشة وطبعا ليه خبرات في الدوري الانجليزي. عندنا بعد كده خيمينيز اللي هو مهاجم فولهام، واحد برضو من اللعيبه اللي في امال في المكسيك عليه. عندنا طبعا ما ينفعش ننسى اوتشوا اللي هو الحارس اللي بيشارك في سادس مونديال موجود، فده طبعا عنده خبرات كبيره. فالمكسيك لازم تستخدم عامل ارض الجمهور، وحاجه مهمه قوي ان هم عملوا نتائج قويه في الماتشات الوديه، كسبوا صربيا 5-1. والمكسيك داخله البطوله دي بهدف انها تكسر العقده لدور ال 16، عمرهم ما عدوا دور ال 16، فطبعا حاجه هيبقوا يبصوا لها ان هم يعدوها. عندنا بعد كده جنوب افريقيا، طبعا من ابرز نجومها حارس اللي هو ويليامز حارس سان داونز، وفوستر مهاجم بيرلي في الدوري الانجليزي، ومكوينا اللي احنا برضو عارفينه من سان داونز ومن اهم لاعبي نص الملعب. منتخب سريع جدا، عندهم تحولات، بيعتمد على الحماس واللياقه، وعارفين ان هو اغلب لاعبيه من سان داونز واورلاندو بايرتس كمان، فده بيديهم انسجام وشخصيه جماعيه. وبرده من ابرز النتائج ان هم عملوا مجموعه قويه قوي في التصفيات وتاهلوا على نيجيريا وكانت رواندا، وبرده هم في الاخر كان لسه بيلعبوا جامايكا وكسبوها 1-0. هم هيكونوا زي الحصان الاسود للمجموعه، فمنتخب جماعي جدا وبيقاتل لاخر دقيقه. نيجي بعد كده لكوريا الجنوبيه، وكوريا الجنوبيه اهم نجومهم طبعا سون، وهو دلوقتي في الدوري الامريكي فهيبقى عنده عامل الارض، يقدر ان هو يلعب بسهوله. الاجواء المكسيك وامريكا مفيش فرق كبير. كيم من جاي عندنا في بايرن ميونخ. وفي بعد كده ازاي هم كمنتخب معتمد تنظيم تكتيكي وسريع، وهم عندهم خبره موندياليه ان هم بيتاهلوا من 1986، وبرضه عملوا نتائج قويه في الماتشات الوديه، وهم دايما بيلعبوا على الخبرات على السرعات المرتده بتاعتهم. عندنا بعد كده منتخب التشيك، وطبعا من نجومهم باتريك تشيك مهاجم بايرن ليفركوزن، وفي سوتشيك اللي هو كابتن الفرقه لاعب ويست هام. عندنا برضو التشيك عندهم بيعتمدوا على قوه بدنيه اوروبيه